السلام عليكم أيها الأفاضل، طبتم وطاب سعيكم وبلغتم من الجنة منزلة. مجددا أبهر المغرب العالم، وهذه المرة من خلال الاستقبال الحاشد الذي خصصه الجمهور المغربي للاعبي المنتخب الوطني بعد عودتهم إلى أرض الوطن إثر مشاركة بارزة في نهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022، وتوج باستقبال ملكي، إذ أن الكثير من المنابر الإعلامية والعالمية وأيضا بعض المشاهير سلطوا الضوء على هذا الاستقبال التاريخي. تفاعلت مجموعة من أشهر المنابر الإعلامية والعالمية وبعض المشاهير مع الاستقبال التاريخي الذي خصصه الجمهور المغربي، وتوج باستقبال جلالة الملك محمد السادس لبعثة المنتخب الوطني. وفي هذا السياق قالت قناة سبين الأمريكية إن المنتخب المغربي حظي باستقبال الأبطال من طرف عشرات الآلاف من المغاربة مبرزة. احتشد المشجعون في الساحة واصطفوا على طول الطرق والشوارع، وهم يضيئون المشاعل ويلوحون بالأعلام ويرقصون على إيقاع الطبول ويهتفون، بينما تتقدم الحافلة المكشوفة تحمل اللاعبين الذين كانوا يرتدون بدلة رسمية. وأضافت القناة الأمريكية: ستذكر مشاركة المغرب في كأس العالم 2022 في كتب التاريخ باعتبارها أحد أكثر المشاركات إثارة منذ انطلاقة البطولة. لقد كان حلم كل مغربي الفوز بشيء ما، خاصة أن المغرب بلد يسود فيه شغف كرة القدم. من جهتها تطرقت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى الاستقبال الذي حظي به المنتخب الوطني من طرف الجمهور المغربي، كما تطرقت إلى الاستقبال الملكي للنخبة الوطنية وتوشيح اللاعبين بأوسمة ملكية، إضافة إلى استقبال الأمهات. صحيفة الشرق القطرية قالت أن المنتخب المغربي استقبل بأفضل طريقة ممكنة، مبرزة خروج أسود الأطلس على يد المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم فيفا قطر بنتيجة 2-0. أما الصحيفة الرسمية لمسابقة دوري أبطال أوروبا وصفت المنتخب المغربي ببطل العالم، ونشرت مجموعة صور للاستقبال الذي حظي به المنتخب المغربي لدى وصوله إلى العاصمة الرباط، وكتبت: أبطال كأس العالم يعودون إلى ديارهم.